في بداية تلقي النتائج، إنما إرضاء لفضول الإعلامي ما نخليوكمش تنتظروا، ولذلك احنا في المكتب السياسي داولنا بعضياتنا الإدارة الحزبية واللجان اللي دايرين تيتلقاو من بداية صباح اليوم سير العمليات الانتخابية على الصعيد الوطني من بعد الإغلاق ديال مكاتب التصويت. انتظرنا واحد الوقت يسير حتى توصلنا بعض النتائج المتوصل بها من طرفنا إلى حدود الساعة تعطينا بالضبط مقعدين، مقعد السلزاك ومقعد أسد. ويمكن تسألوا علاش هذه المقاعد البعيدة خرجت النتائج ديالها. أولا الكتلة الناخبة محدودة، ثانيا عدد المقاعد في هذه الدوائر هو دائرتين، لذلك يقع الفرز بسهولة ويمكن تعرف. وصلتنا كذلك نتائج جزئية. هذه النتائج الجزئية في مجموعة من الدوائر اللي أبان فيها الاتحاديون عن عمل. يمكن لي نقول باطمئنان بأننا ننافس دائما داخل عدد المقاعد المحددة. هنا يمكن لي نشير المدن في الشمال، في الشرق، في جهة اليمن الأزلة، وفي جهات المملكة ثلاثة جهات أو أربعة اللي تحدثت عليها: الشرق، الشمال، جهة بني منا الأزلال، كذلك جهة درعا تفيلات. هذه أماكن كذلك كان لي نقول أن أغلب الدوائر فيها ينافس الاتحاد الاشتراكي عن عدد المقاعد الموجود فيها. بالنسبة المدن دوائرها تعرفوها، ونتائج وتأثيرات نتائج 2015 خاصة في المدن الكبرى بدأت تتبان في النتائج الأولية. ولكن يمكن لي نقول أنه مثلا على مستوى رباط شعلة، نتائج اللي وصلت في حي النهضة وكذا هي نتائج ترجعنا داخلي، ولكن باقي ما عندنا شيء نتائج الكاملة. احنا يمكن لنا نقولوا في الاتحاد الاشتراكي مطمئنين إلى حملتنا الانتخابية، مطمئنين إلى ترشيحاتنا. إذا يمكننا نتحدثوا في جهة الصحراء اللي فيها الكتلة الناخبة محدودة، أننا إلى حدود الساعة في 4 أو 5 من المقاعد اللي تهنات. كما قلت الدوائر ديال 3 المقاعد و4 و5 إلى حدود 6 ما يمكنش يجاز في الإنسان يعطي كلام على روايه. بغيت نقول أننا درنا حملة انتخابية جيدة، أننا وضعنا في المعارضة لم نكن مطمئنين لتدبير والإشراف على هذه الحملة الانتخابية. راكم شفتوا من خلال بلاغاتنا شحال المحطات كنا نحتج فيها، لكننا لا نجد جوابا لا من طرف الحكومة ولا من طرف غيرها. واللي كان تيحز في النفس أن المشرف على الانتخابات هو من يشكك فيها، وكأن تاريخ يعيد نفسه. واش هاد الخطة ديال الابتزاز إلا نفعت في 2011 كاينة محاولة اليوم
من أجل الاستمرار فيها. حنا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لابتزاز الدولة وابتزاز الشعب المغربي باش ياخذ الإنسان مقاعد غير مستحقة. ها أنتم تلاحظون الجو الفرح والاحتفالية انتهى إلى حدود الساعة 6 و7 البلاغ اللي صدرتيه تشكك في كل العمليات الانتخابية. باقي ما عندكش نتائج كاملة، بديتي تتعلن الفوز. بل أكثر من هذا يؤلم، يمكن لكم ترجعوا لكل أمين عام خرج من مكتب التصويت أن الحزب الحاكم الحزب الأغلبي خرج الصحافة يقول لهم نحن الحزب الأول، واستمر في حملته الانتخابية مع أن الجميع سكت عن هذا الأمر. وهذه إشارة عندما يقول رئيس الحكومة أنه الحزب الأول باقي ما فرزناش، هذه إشارة على أنه إذا لم تكن بالترغيب، شنا الإشكال ديال الترغيب في المقاعد اللي كانت تحط في التجمعات العامة. حنا كنا تنجيبوا الناس وقوفا، ما كاينش تجمع جماهيري واحد درناه ولقينا الكراسي اللي يجلسوا فيها الناس. كانت لاصونو ديالنا على قدر نضالنا وكفاحنا، وكانت الاحتفاليه ديال المهرجانات ديالنا على قدر امكانياتنا، ولكن رغم ذلك كنا مسؤولين. ولذلك يمكن لي نقول انه بالنسبه للحمله الانتخابيه الخروقات والمخالفات التي لاحظناها كلها أبلغناها للجنة التي أتساءل حول جدواها من عدمه، لأن حتى طرفيها ما كانش عندهم تعامل إيجابي معنا كمعارضة. يمكن كانت تتحل المشاكل ديال الأغلبية ديالها لأنهم متواجدين معهم، ولكن حنا كمعارضة أنا استفسرت الوزيرين، قلت لهم مقدمين لكم طلب الاجتماعي للجنة هذا أكثر من أسبوع، لماذا عندما أردتم جمعها جمعتوها في 24 ساعة؟ إذن كل حديث عن اللجنة نعم. يوم الاقتراع كنا سجلنا أكثر من 30 شكاية اللي بعثناها من المركز أما الأقاليم داروا الشكايات ديالهم. هذه الشكايات وجهت إلى وزير العدل كما وجهت إلى وزير الداخلية. إذا كان تجاوب ديال وزارة الداخلية حلينا بعض المشاكل، مع كامل الأسف باقي فيما يتعلق بوزارة العدل لم نتلقى أي جواب. طبيعة هذه الخروقات، كاينة خروقات من طرف الأحزاب، كاينة خروقات من بعض أعوان السلطة. وهذه أعوان السلطة لتأكد أن العمليات هي عمليات جزئية، تلقاهم في هذه المدينة لصالح العدالة والتنمية، وفي الأخرى لصالح الإبطال. وهذا المقدم تنضبطوه تيدير الحملة في التجمع أو الاتحاد، وتقدمنا بشكايات ضد الحركة وضد هؤلاء جميعا. بطبيعة الحال حنا تنعتبروا إلى أن نلتقي بالإخوان، ما يمكنش نبقاو شيك على بياض، تنعتبروا على أن هذه المخالفات هي مخالفات كما وصلتنا جزئية، غادي نتبعوها ونشوفوا التقارير بشأنها. ما يتعلق بعمليات الفرز وكيف تمت، يمكن لي نقول لكم إلى حدود الساعة لا نعلم عنها إلا ما يخرج من نتيجة. ما تنعرفوا شيء، واش كان شي تسلط، واش كان شي زوير. ولذلك عملية الفرز حنا إلى حدود الساعة ما يمكن. إذا يمكن نلخص حملة انتخابية رغم ما شابها، يمكننا نقول كاتحاد اشتراكي أننا درناها بكل مسؤولية وحرية، رغم ما شابه من طرف الآخرين. راه ما يمكنش تكون لك السلطة الحكومية ويخرج رئيس حكومة ويتحدث على الناس بالبندية وبالقطعية وكذا، ولا قانون يحمي
الناس وهي داخل الانتخابات. هذا رئيس حكومة يتحدث عن منافسيه بهذه الطريقة. رغم ذلك تنعتقد أننا درنا حملة ديال التوضيح ديال التفسير. ما يتعلق باليوم ديال الاقتراع كما قلت لكم، المخالفات التي سجلها إخواننا راه تصلنا بشأنها بالجهات المسؤولة. هناك من استجاب وهناك من ضرب صفحا ما سمعنا منه والو إلى الأرض. وهذا اللي يمكن نقول، ونحن في انتظار النتائج. إذا كاين شي تساؤل باش ما نخليوش الصحفيين يبغيو يتنقلوا من هذا المقر إلى هذاك المقر. حنا كقيادة حزبية، الأخوات والإخوة حريصين في داكشي باش بغينا ننزلوا نتذاكروا معكم، حريصين مع أطرنا الحزبية والمناضلين باش نديروا المتابعة طيلة هذه الليلة، وبعد ذلك لكل حادث حادث. إذا تفضل أستاذ الحق. كانت كثير بلاغات وزارة الداخلية التي صدرت مؤخرا حول شكايات الأحزاب، وكانت فيها إشارة إلى شكايات من أعوان السلطة. هذا الموضوع ديال أعوان السلطة قلت بأنه حالات جزئية. إلى أي حد هذا انخراط أعوان السلطة في حنا مثلا في الرباط نعطيك جوج الأمثلة. في السويسي دوتنا واحد تيدير الحملة بيجيدي، وفي يعقوب منصور عندنا جوج ديال المقدمين تيديروا الحملة بالطن. لا، هذا سؤالي هو هل هذه التحركات تجاه السلطة يمكن أن تؤدي بكم إلى طعن في النتائج؟ أنا بعدا كمحامي قبل هذا عندنا ديك القاعدة اللي تتقول طعن حتى في النتيجة الفردية كيكون عندما تؤثر المخالفة في نتائج التصويت. وإلا هذا المقدم تحرك هنا وتحرك هنا، ولكن الأثر كان محدود ديال هادشي موجود. ولكن إلا حسينا بأن هذا مخطط أو هذا توجه غادي نتخذوا الموقف الذي نراه مناسب. حنا المخطط الوحيد اللي كان في مواجهتنا كاتحاد اشتراكي هو المخطط ديال الحزب الأغلبي وديال رئيس الحكومة، اللي مع كامل الأسف لم يتحمل مسؤوليته كرئيس للحكومة في الإشراف على الانتخابات. ففي الوقت هانتوما غادي تشوفوا الفرق هذا سكيزوفرين صعيب يكون حتى السادسة وشككوا في كل شيء، والآن إلى زدنا غادي يعطونا العصير والفرحة والنشاط وغتلقى الأغاني ديال حزب الله والأغاني ديال تلقى أناشيد. ولذلك هذه المفارقة حنا ما تجعلناش مطمئنين كثير على مستوى البلاد. كاين شي تساؤل آخر؟ شحال توقعات ديالكم على المقاعد؟ أنا دائما تنقول أنا ماشي شوافة. الله السي عبد الإله بكيران يقدر يقول راه هو الأول، وحتى اللي تينافسوه يمكن تيقولوا هما الأولين. ما حنا يستحيل، حنا تنثقوا بحاجة، حنا عقلانيين. داكشي اللي غادي يخرج الصندوق ونطمئنوا ليه تيجيبوا لنا المحاضر. ما حتى إلا تقال لأن وقعات ودارت بنا في مراحل سابقة. كاين شي إضافة؟ ما كاين شيء؟ تفضل. الشكايات المسجله انا نعطيك نموذج. مثلا حنا واضعين امام الوكيل العام غير في عين الشق 6 شكايات الى حدود 6 شكايات ديال اعوان السلطه. لا، هذه 6 شكايات وضعينها امام الوكيل العام ضد وكلاء لوائح وضد عوان السلطه. اتصالات اللي تيديروا الاخوان هي اتصالات والمختلف اقاليم تعرفوا لها الانتخابات. تيدير الشكايه تيمكن يعطلوا عليه، تيمكن يعطلوا على مهامه، تيوضع الشكايه وتيخليه يمشي يشتغل، لان اصعب شيء يمكن يلهيوك حتى على الاشراف على الدائره وتتبعها.
كاين شي تساؤل؟ ما كاينش. شكرا لكم.